سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي ندير معكم هاد المعسلات هادو اللي تيجيو زوينين وهشيشين وساهلين، وطريقه التحضير بسيطه. نتمنى من الله يعجبكم، ويلا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. يا بسم الله على بركه الله. هادو هما المقادير اللي عندنا. عندي الزبده، عندي شي ديال النافع، حبه حلاوه، طحين، الزهر، نص كاس ديال الماء، كاس ديال الحليب، القرفه، وهادو هما واحد البيضه وخماره وفانيا. وغادي نديرو بها جوج ديال الطرق ديال التحضير، جوج حلوات بعجين وحده. كيف ما تتشوفوا درت كاس ديال الماء، درت النافع، وغادي ندير درت حبه حلاوه والنافع، وغادي نديهم يغليو. ما غاديش نطحنوهم، حنا غادي نغليوهم كيف ما تتشوفوا. وغادي نزيد واحد المعلقه كذلك ديال القرفه، غنخليهم يغليو. القرفه ما تنخليهاش تغلي، غير تنكبها ونخلط وتنطفيها ونخليهم يبردوا على جنب، وندوزو للطريقه ديال التحضير. هنا عندي صفر بيضه، قبيصه من الملحه، الفاني كيف ما تتشوفوا، الخميره اللي غادي ندير خماره كامله. عندي هذا غادي نخليه حتى يبرد، ما غنديروش دابا. والحليب وماء الزهر، نص ماء الزهر، نص كاس. المهم الزهر الا بغيتو تزيدوا الزهر تقدروا تزيدوه. عندي الزبده اللي نص باكيه ديال الزبده، و مع هذاك الكاس ديال الزيت اللي درت. وهنا غادي نخلط، درت الزهر وغادي نخلط بالحليب. كما شفتوا درت داك الزبده كامله اللي عندي، نص باكيه يعني ربعه ديال الزبده اللي درت ربعه الزبده، وكاس الكاس الى ربع ديال الزيت، يعني كاس معامر ديال الزيت. صافي هما هادو المقادير. وغادي نبقى نخلط بالحليب، الا خاصني راه غادي نزيد الحليب باش يتجمع لي الخليط. نبقى نخلط بشويه بشويه، انا مبغيتش نزرب بزاف الفيديو باش تشوفوا، ما بغيتش نقطع كذلك باش تشوفوا الطريقه ديال الجميع ديال الطحين ديال الخليط. بعد ما جمعت النص وغادي هادي ما غتندلكاش، انا غير جمعتها وغادي نديرها في البلاستيكه، غنحطها نخليها يعني حتى نسالي هاد الخليط هذا، عندوز ليها هكا باش هي هكاك في الميكا هي تتدلك راسها. وهنا غادي نزيد هاد النافع، ونسيت شويه قبيصه ديال الخرقوم غادي نديرو، وغادي نخلط به هاد الخليط هذا اللي بقى ليا. انا الخليط قسمته في النص كيف ما تشوفوا، وغادي ندلك مزيان باش ندخل في داك النافع، داك الماء ديال النافع وحبه حلاوه والقرفه اللي درت، وشويه ديال الخرقوم اللي درته حتى هو كذلك. بغيتو ديروا الزعفران يعني العادي ديروه. صافي تنبقى ندلك، هذا ضروري خصها تدلك مزيان. وانا درت كامل، بقى غير داك التخت هو اللي بقى تما ما درتوش، يعني درت انا غير الماء ديال هاد المواد هادي. داك التخت ديال القرفه حيدته وخا صفيتو، راه تعرفوا القرفه حيت مطحونه هبطات. كذلك غادي نلويهم في البلاستيك ونخليوهم يرتاحوا بعد ما دلكتهم مزيان، وغادي نخليهم يرتاحوا بجوج ونرجعوا معكم. وغادي ندوزو دابا العجينه اللي صايبناها بالقرفه وحبه حلاوه والنافع. هذه هي اول حاجه غادي نبداو بها، وغادي نشكلها كويرات بعد ما ارتاحت يعني مزيان. خليتها ارتاحت واحد 3 ساعات هكاك تقريبا. ما بيد ما جمعت وبقى ديت شويه الكوزينه وعاد رجعت نكمل. غادي نكمل هاد العجين هذا، غادي نديرو على شكل كويرات كيف ما تشوفوا. غنخليهم وغادي نغطيوهم باش ما تيبسوش عندنا، وغادي نطلق الكويره بهذا الشكل هكايا. غادي نطلقها مزيان وندير شويه ديال الطحين. اللي بغى يدير نشا يقدر يدير نشا، انا تندير غير الطحين.
وغادي نطلقها مزيان حتى تولي رقيقه. هانتوما غادي تشوفوا انا بالعني يعني خليت لكم الفيديو. يلا قطعت ديك الوقيته ديال الكويرات اللي قطعتيهم، دوك الكويرات وصافي. غنخلي لكم تشوفوا يعني تنبقى نقلبها ونطلق ونقلب ونطلق باش تجينا رقيقه باش صافي. كيف ما تشوفوا نطلقها مزيان حتى تكون رقيقه، ضروري تكون رقيقه باش ما تجيناش الحلوى، لان ما تلويوها باش ما تجيناش غليظه. ودابا غندوزو نطيبوا هاد هانتوما كما تشوفوا هكا رقيقه. دابا غادي بعد ما سخنت عندي المقله، اي مقله عندكم تكون ثقيله وصافي باش ما تحرقش لكم. انا غير تنحطها وتنعاود نحيدها باش ما تنطيبوها والو، غير تنشوفها نشفات شويه تنحيدوها ما تنخليوهاش طيب، ونقلبوها للجنب الاخر عاوتاني كذلك غير تنشف. والطريقه اللي زوينه انني غادي نوريكم واحد الطريقه اللي انا تنديرها باش الورقه تتبقى عندنا رقيقه. واللي طيبتها تنجيبها عاوتاني لهنايا، يعني هي طايبه هذه دابا طايبه وتنعاود نطلقها المره الثانيه. هذه الطريقه ديالي انا شخصيا بغيت نشاركها معكم، وهي طايبه العجينه طايبه تنعاود ندلكها. تعرفون بعد ما تتسخن بالعافيه بحال تتجمع لينا العجين، يعني تتبقى لينا غليظه. انا غادي نعاود نطلقها بالدلاك حيت يكون ناشفه وفي نفس الوقت يعني باقا طريه، وهكا تنطلقوا الورقه وتتجينا رقيقه. شوف كيف ما تترطف ليا تتجينا رقيقه. جربوا هاد الطريقه راه تجي زوينه. واخا تنبقاو ندلكوهم ونحطوهم فوق المقله تتجمع لينا العجين. هذه الطريقه اللي تندير انايا، تنبقى نطيب ونعاود ندلكها عاوتاني نبداو جديد وحتى تنكملوا الخليط اللي عندنا. بعد ما ساليتهم هانتوما كاملين كما تشوفوا، دابا ندوزو للمرحله ديال نلويوهم. عندي هنايا شويه ديال الطحين والماء وغادي نلويوهم كاملين. غنشوف الجهه اللي هي طويله وغنبقى نلويهم كيف ما تشوفوا، وغادي ندير الطحين في الجناب كامل في الجنب باش تلصق لينا مزيان. وحتى في التقطاع تنحاول نهبط حتى لتحت باش حتى في التقطاع ما تيبشيطوش لينا بزاف ديال التقطاع. صافي غادي نبقى نلويهم كاملين ونجمعهم ونحطهم حتى نكملهم كاملين، عاد ندوزو نقطعوهم نلويهم. نجي للنص ديال العجينه تنبدا ندير شويه ديال الطحين كيف ما تشوفوا وتلوي صافي. بعد ما لويتهم كاملين على هذا الشكل هكايا، دابا ندوزو للتقطاع. تندير تقريبا الصبع ديال العرض، تقريبا الصبع هانتوما، وتنبدا نقطعهم بهذه الطريقه هذه. وشوفوا العجين يعني كي تترطى يعني تجي زوينه بزاف. اللي ما بغاش يدير الخميره يقدر ما يديرهاش في هذه الحلوه هذه. انا حيت دابا درت جوج ديال الشكل، درت شويه د الخميره، ولكن الخميره راه ما تزيدها غير رطاوه وكلشي صافي. من بعد ما قطعتها وساليتها ندوزو لمرحله د القلي صافي. غادي نبدا نقليها والزيت تكون طبيعه الحال سخونه، راه كلشي عارف ان الزيت بقى سخونه. وغادي نبدا نقلبها حيت يعني واخا عندي الزيت كاينه هي تهز الفوق تتحمر غير من جهه واحده. خصني ضروري تقلبوها باش تتحمر من جوج جوايه. وها نتوما تتشوفوا يعني تنبدا نحركها حتى تتحمر من جوج جوايه وما تنخليهاش تحمر بزاف، غير تعطينا واحد اللون ذهبي. وتنبدا نحيدها في العسل، تنخليها حتى تندير القليه الثانيه، وعاد تنبدا نحيد الاولانيه وتنحط الثانيه وهكايا. بعد ما ساليتهم كاملين غادي ندوز نشارك معكم غير لقطات من هاد الحلوه هذه اللي انا درتها فايت لي دايرها العام الاخر في القناه ديالي. غادي نخلي لكم
في صندوق الوصف غادي نخلي لكم التفاصيل ديال هاد الحلوى هادي، الا بغيتي ديروها ان شاء الله نتوما في هاد سيدنا رمضان، حيت انا هادي ما تتخطانيش دائما تنديرها. داكشي علاش شاركت معكم غير لقطات منها. صافي انايا بعد ما قرصتها وجمعتها دابا تنبدا نقليها حتى هي كذلك، وتنبدا نقليها بشويه بشويه وصافي، وغادي نديرها في العسل كذلك. هذه حيت عزيزه على بنتي، داكشي علاش نديرها دائما. وانا ما بغيتش نبقى نعيد لكم دائما الحلاوي اللي تندير، حيت انا بصراحه يعني تندير الحاجات اللي انايا تناكلهم، يعني ما نقدرش ندير لكم شي حلوه تقدر تكون هي زوينه، ولكن انايا الا ما كنتش غادي ناكلها ما غاديش نديرها بطبيعه الحال. المهم انا مع ما تنبيع ما حتى شي حاجه، يعني هادشي ديال الدار ديالي. المهم هاد الحلوه هادي غتلقاوها في صندوق الوصف. واللي وصل حتى لهنايا تنقول له شكرا بزاف بزاف وعواشر مبروكه، وشكرا لكم بزاف. ما تنسى